السلام عليكم يا برو. يا رب تكونوا دايما بخير. دلوقتي لبتوع اليو اي واليو اكس، فيجما دخل تشات جي بي تي. ازاي تقدر تضيفه على تشات جي بي تي؟ بتخش على البروفايل بتاعك، بعد كده سيتنجز، بعد كده ابس، هتلاقي فوق على اليمين اد مور. هتبص على الابس الموجوده، هتلاقي فيجما موجود وسطهم، ولو مش لاقيهم هتخش قائمه برودكتيفيتي تلاقيهم موجودين. بعد كده طيب بعد ما ضفناها لازم نعمل الكونكشن، ولازم تبقى عارف ان انت تقدر تضيفه يا اما بالايميل بتاعك او من غير الايميل. لكن انت عايز تضيفه بالايميل بتاعك لازم الايميل يكون مربوط بالبراوزر عشان تقدر ان انت تاكتفه. وبعد ما اعمل الاكسس وان انت تعمل الكونكشنز، دلوقتي هنجرب نستخدمه. دلوقتي انا عملت برومت، البرومت ده الابلكيشن بيعمل 3 دي جنريشن بالاي اي، بعد كده يقدر يعرضه لك بالاجمنتد رياليتي. انا قلت له انا عايز اعمل ديجرام، الديجرام ده اعمله لي بفيجما لليوزر جيرني بتاع الاب ده. هيبدا ان هو يعمله لي، يبدا ان هو يحمل وياخد البروسيس بتاعته ويفتح لي فيجما. بعد كده هقدر ان انا اشوف الدياجرام زي ما انتم شايفين دلوقتي قدامكم. بعد كده طبعًا هنعمل إيه، بعد كده هاقول له أنا عايز poster للapp ده. بعد كده هيبدأ إن هو يحمّل ويبدأ إن هو يعمل لي أكتر من منظر وأكتر من poster. بعد كده أخُش وأفتح on Figma. بعد ما هيفتح لي Figma هاقدر إن أنا أعدّل، وأقدر إن أنا كمان أضيف، وإن أنا أشيل كلام وأحذف حاجات، وإن أنا أقدر أضبّط الدنيا، وكمان أقدر أزوّد frames، وإن أنا أدخّل حاجات مختلفة، وفي الآخر طبعًا أعمل save. وبكده نكون خلّصنا الفيديو. طبعًا خلّيكم متابعينّي، وزي ما باقول الفترة اللي جاية أقوى وأقوى. سلام يا برو.